السلام عليكم، انا حازم وبقول اي حنكشه في الكوره. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده صفقات الزمالك والتدعيمات يناير. الزمالك لحد دلوقتي عمل صفقتين في ميركاتو يناير. اول صفقه كانت محمود جهاد لاعب وسط فريق فاركو، والصفقه الثانيه كان احمد حسام لاعب مدافع فريق الجونه. هل الزمالك هيكتفي بالاثنين لعيبه دول؟ اكيد لا، لان الزمالك محتاج تدعيمات على الاقل في كل الخطوط. محتاج الزمالك لا يقل عن 8 لعيبه ما يبقوش مستواهم على الاقل 60% مع الفرق بتاعتهم. محتاج حارس مرمى لان محمد صبحي بعيد وعواد مش في احسن فتراته مع نادي الزمالك. محتاج حارس مرمى ومحتاج 2 مساكين. الزمالك جاب احمد حسام لاعب فريق الجونه مساك كويس، هو لعيب كويس جدا ومن ناشئين الزمالك اصلا. الزمالك كان محتاج كمان مساك معاه، ومحتاج لعيب او لاعبين في نص الملعب. جاب محمود جهاد لاعب فاركو، ومحتاج لعيب كمان في نص الملعب. محتاج وينج يمين مع عمر جابر، وكمان اصابه المسلوسي اكد على كلامنا ان الزمالك محتاج وينج يمين، باك يمين يعني. والزمالك ما اعتقدش ان هو محتاج باك ليفت عشان موجود بنتايج واحمد فتوح. ومحتاج في الخط الامامي راس حربه مع ناصر منسي وسيف الجزيري، ومحتاج 2 وينجات، وينج يمين ووينج شمال مع عبد الله السعيد وناصر ماهر وزيزو. زيزو هو لازم الزمالك يشوف حل، لان اللاعب مش في كامل تركيزه مع الزمالك. لازم الزمالك يشوف حل، يا يخرج يا يكمل مع الفريق. الاتفاق اللي هيتم بين الطرفين. سمعنا الفتره الاخيره ان الزمالك برضه بيفاوض اللاعب محمد شريف لاعب النادي الاهلي والتعاون السعودي حاليا يعني. بيعملها الزمالك دلوقتي، لازم يكون بيفكر ان هو يجيب لعيبه تفيد الفرقه، مش ان انا بدخل في منافسه نفسيه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي جاب اشرف بن شرقي كان لعيب صواب الزمالك بيفكر ان هو ازاي هراضي جمهوري. لا يا كابتن حسين، لا مش كده. لازم ان انت تجيب لعيبه تفيد الفرقه. ازاي؟ لازم ادور على الفنيات وعلى النواقص في الفرقه وادعمها بلعيبه جديده وادخل دم جديد للفرقه، مش ان انا برد على حد ولا برد على صفقات. واعتقد ان الزمالك جيد جدا في حته ان هو بيجيب لعيبه مش معروفه للناس او للجمهور يقدر ينجمها، زي ما عمل مع زيزو، زي ما عمل مع امام عاشور وبن شرقي. اكيد احنا ما كناش نعرفه، الجمهور المصري كله ما كانش يعرفه. الزمالك اللي جابه وعرفه للكره المصريه. الزمالك شاطر جدا في الحته. واعتقد كابتن حسام ميدو وكابتن حازم امام والاستاذ مدحت العدل مهتمين بالموضوع، ان هم بيدعموا الزمالك وبيدوروا على صفقات وعلى لعيبه تفيد الفرقه الفتره اللي جايه. ده حاجه برضه. الحاجه الثانيه ان كابتن حسين لبيب والمنظومه بتاعته والاداره، مجلس الاداره بتاعه مش متوافقين مع بعض. سمعنا ان في ناس بتقدم استقالتها، مش عارفين يدخلوا موارد للنادي. ازاي؟ لازم يبقى عندك موارد للنادي، الاشتراكات بس المباشر اللي بتبيعه، وزي التيشيرتات والرعايه والحاجات دي كلها لازم تعرف تسوقها كويس عشان تدخل فلوس للنادي وعشان تقدر تصرف على الفرق وعلى كل الالعاب. لا، ما بيعملوش كده في اداره الزمالك، ما بيعملوش كده. هم باصين للكرسي والمنصب. يعني في ناس، انا سمعت اصوات يعني ناس على الصفحات بتقول ان مجلس اداره مرتضى منصور هو اللي كان يقدر يعمل كل ده. ما افتكرش ان مرتضى منصور هو كان بيعرف يجيب لعيبه وكان بيعرف يدي فلوس للعيبه، بس جيت في الاخر اخر فتره ما كانتش احسن حاجه للزمالك. ما افتكرش ان الزمالك ده كان مديون بحوالي 100 مليون جنيه او 200 مليون جنيه، حاجه زي كده يعني. كان رقم كبير جدا للنادي الزمالك. اتمنى ان الزمالك يقوم تاني ويقف على رجليه، لان هو قطب من القطب عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. لان الزمالك قطب من القطبين الاكبر في الكره المصريه والافريقيه والعربيه. هو سيد من اسياد افريقيا، لا يقل اهميه عن النادي الاهلي. يعني لازم النادي الاهلي ومعاه الزمالك. ما ينفعش نشوف الزمالك موقف زي ده وندوس عليه اكتر او نتمنى سقوطه. لا طبعا، احنا بنقف جنب كل الفرق عشان تصعد تاني وتبقى واقفه على رجلها تاني، ونتمنى التوفيق لكل الفرق ونشوف الاسماعيلي والمصري. وان شاء الله هتشوفونا في حلقات تانية بنتكلم عن النادي الاسماعيلي وعن النادي المصري وعن نادي الاتحاد وعلى كل الانديه الشعبيه اللي بتتمنى ان احنا نبرزها ونتكلم عليها. شكرا.